السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر عزت من مشجع التالتة. قبل ما نبدأ الفيديو منساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك وتوقع نتيجة المباراة في تعليق. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية، والقنوات الناقلة للمباراة. يستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وخسر الزمالك في مباراة الذهاب لنهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان بهدفين للهدف في المغرب. سجل ثنائية الفريق المغربي كل من إسفو دياو وعادل تحييف، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري. يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي في 10 مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتم حجز جميع تذاكر المباراة التي تسعى إلى 80,000 مشجع في خلال 4 ساعات. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك في الكونفدرالية 2024. يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية 2024 من خلال قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء. وسبق والتقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراة الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. ودي آخر أخبار. متنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك وتوقع نتيجة المباراة في تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.